هنتكلم سريعا عن طريقة إصلاح الكلاكس. لو الكلاكس فيه مشكلة عندك، أنا بدوس عليه الكلاكس مش شغال عندي في العربية رينو داستر. أول حاجة بتجيب المفك ده، خلاص، بتفتح تلاقي واحد هنا، واحد هنا، واحد هنا، بس بتلاقي الجزئين دولت هنا تحت، واحدة هنا وواحدة هنا. فكهم بعد ما فكيتهم المفك النجمة، بتطلع دي كده اهي، تطلع معاك لوحديها اهي، طلعت خالص. خلاص، الجزء اللي تحت بتنزله لوحده اهو. طبعا هو بينزل بس عشان انا بعمل بايد واحدة، مش عارف اعمله بايدك الاتنين تبدأ تنزله. بس تخلي بالك ان المسمار ده ممكن يكون شابك شوية، هنفكه شوية وبعد كده ايه نرفعها. وبعد ما فكيتها من تحت تقوم جاي مدخل المفتاح، دي عشان ايه؟ تدي كسرة كده كده اهو. الجزء ده بان معاك، تفك المسمارين ده، المسمار ده والمسمار ده، تفك المسمارين دول وتطلع ديت. تمام. ملحوظة وانت بتفك تحاول تجيب مفك رفيع شوية عشان يعرف يجيب الزاوية ديت. ماشي كده، تفك المسمارين وهطلعه. بعد ما فكيت المسمارين تشيل ده كده، خلاص، وبتشيل الفيشة بتاعته. الفيشة بكليبسات، كليبسين دولت بتشيلهم كده، تمسك بإيد طبعا وتشيل بالإيد التانية. ده شكلها بعد ما اتشالت. طبعا بنبص بقى عليه أول ما يجي. طبعا أنا دي كانت عندي متشالة، كانت بايظة قبل كده ولحمتها. لو لفينا على السلك هنلاقي الفردة بتاعتها اهي باظت. يبقى أغلب الحاجات أهو الفردتين دولت بايظين، اللي رايح واللي راجع. أغلب المشاكل هتلاقيها في الأسلاك دي، في السلكين دول. يعني انت هتلحم السلكين دولت كل واحد مكانه، الأحمر في الأول والأسود هنا، وديت هتراجع عليهم. إذا في لحمات عايزة تتظبط بتظبطها وترجع تشغله ويشتغل معاك زي الفل إن شاء الله. تمام. هي دي المشكلة اللي بتظهر في الدراع، لأن الدراع بيتحرك رايح جاي رايح جاي، فمع الحركة اللحامات دي بتفك. ده بعد ما خلصنا لحمنا الفردتين دول. طبعا زي ما احنا قلنا ممكن يكون الفردة دي هي اللي فاصلة او الفردة دي هي اللي فاصلة. في ملحوظة بسيطة بس، الجزء اللي قدام ده، الجزء ده ممكن يكون هو المشكلة فيه. شايفين النحاس اللي موجود جوه ده؟ النحاس دوت كان عندي برضو متاكل، زودت له حتة قصدير، خلاص. وده الشكل بتاعه بيكون من جوه، عشان المفروض بيلمس في النحاستين اللي موجودين هنا، خلاص. ودي بتبقى عبارة عن سوستة. السوستة دي بتكون هنا كده، وبتتركب هنا كبس، بتتركب في الحتة دي ايه كبس كده، نعمل كده كده، وبتتركب كبس. ولما تيجي تفكها، طبعا مش عارف اركبها عشان انا بعمل ايه واحدة. وما تيجي تفكها بتفكها ايه من الجنب كده، واحدة واحدة، بمفك عادة كده من الجنب، من غير ايه ما تجرحها، بس كده. بعد ما خلصت، اول ما تركب تجرب
كده شغال اهو. تمام كده اشتغل. بعد كده بتبدأ ايه، تحط دي مكانها، وتجيب المسمارين تركبهم. بعد ما ركبت المسمارين تجيب الجزء اللي تحت، تخلي بالك الجزء اللي تحت تقوم جاي مهوي المسمار كده شوية عشان تعرف تظبط الجزء اللي فوق معاه، وتهوي المسمار ده كمان كده شوية عشان متهوهمش قوي، يعني ايه يكونوا نص كده، بحيث لما تيجي تحط المسمار ما يخبطش في الجزء اللي فوق ده، عشان تقفل مظبوط. تمام. وبتحط الجزء اللي تحت ده اهو، الضفر اللي تحت ده اهو، تحطه في مكانه، ده هو المكان بتاعه كده. خلاص. طبعا بتكون فاكك اللوك بتاع الدركسيون، يعني بتكون فاكه عشان الدركسيون يبقى تعرف تطلعه وتنزله كده معاك. ماشي. وبعد كده تشبطها مكانها، وبعد كده هتركب الجزء اللي فوق. خلي بالنا واحنا بنركب برضو الجزء ده يبقى شابك هنا كده، والناحية التانية يبقى نفس النظام شابك هنا كده. يبقى الاتنين دولت كده شابكين كده، وبعد كده بتنزل ده كده، بينزل مكانه. ده الشكل النهائي بعد ما قفلت. وخلي بالك وانت بتقفل، خلاص شايف ما تسيبش فيه فراغات هنا. انت ما بتقفل من غير ما تركب المسامير هتلاقيها هي قفلت لوحديها. تمام. وبس كده.